السلام عليكم متابعينا القناة. إذا ركزوا معي مليح مليح في هذا الصورة. هذه ليست صورة، هذا فيديو في اليوتيوب، حصة تاع قناة الحفافات، معروفة بالقناة الحفافات. هذه القناة اللي على بالكم باللي هي اللي حطمت الفريق الوطني، وهي اللي جات ورا بالماضي حتى أقالوه يعني بطريقة مش مليحة. الشيء اللي حبيت فقط نركز عليه أنه في هذه القناة الحفاف لاحظوا ايش مكتوب لتحت: 5 يوليو، يعني 5 جويلية، و5 جويلية في الجزائر هي عيد الاستقلال. وش راكم تلاحظوا في عيد الاستقلال هذا المنشط وش راهو لابس مايو تاع اوروبا. معليش راهو يدير في حصة اوروبية، قناة رياضية اللي عمرها لا بثت مباراة. احنا كامل على بالنا بلي قناة الحفاف يعني داروا عدد خاص ببطولة كأس أوروبا باش يبلبلوا برك، بس مستحيل هيفوت لك لقطة ولا حتشوف فيديو ولا حتشوف حاجة تاع كريستيانو كفامركا ولا. على كل حال هما حيبلبلوا برك. الشيء الغريب أنه في 5 جويلية في قناة جزائرية يلبس المايو تاع دولة أوروبية. مانيش عارف اسكو حاط روحو منه بالصح بلي حيتفرجوه أوروبا، يا عم حيتفرجوك في الجزائر هنا وشوية باك حفافات. يعني والباقي موش حيسمعوا بك اصلا لانك ما تبث والو. لذا فكنت قادر تلبس المايو تاع الجزائر، واذا ما كنتش قادر تلبس المنتخب الجزائري في حصة وتلفزيون جزائري وبلاد جزائرية وفي دولة افريقية انك تلبس المايو تاع الجزائر ودير على روحك بطولة اسيا ولا بطولة الهند، وزيد كي تلبس المايو مثلا تاع البرتغال وتخلي فرنسا، يعني انت ما وليتش منشط، يعني وليت تسيبورتي يعني. المستوى تاع قناة الحفافات والله العظيم يتكركر، يعني تاع باطل وما اعرف. لذلك فعيب يا جماعة. اول حاجة واخر حاجة هي 5 جويي عيد الاستقلال. كانوا اللي نشطوا كامل في القنوات التلفزيونية اللي هم يديو الدراهم من الاعلانات الجزائرية كانوا يلبسوا على الاقل قميص المنتخب الجزائري، لكن هما الهدف تاعهم كان تحطيم المنتخب ووصلوا ليه وخربوه وخلاص. الآن راهم يقدموا في حصص أوروبية بحجة أنه حيسمعوا بهم وواحد مو سامع بهم. على كل حال هنا المشاهدات عندهم 24 ألف في هذه الحصة، معناتها كان واحد 24 ألف و216 حفاف. وممكن أنا ثاني اللي في عندي أنا ثاني تفرجت معناتها 217 حفاف ندخل معاهم أنا ثاني. وفقط ربي يهديكم، لأنه 5 جويلية الاستقلال على الأقل بينوا شوية قناتكم بلي راكم احتفلتوا بعيد الاستقلال وفرحانين به، ولا تعرفوا غير تخونوا بالماضي وتخونوا فلان وتخونوا فلان وفلان وفلتان، يا حسرة. على كل حال هذه هي بركة جماعة. تحيا الجزائر، وإن شاء الله يجي نهار يفطنوا هذا المنشطين ويلبسوا قميص المنتخب الجزائري لأنهم معهم في الجزائر وفي دولة إفريقية. نتهلا في روحكم. سلام.